السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش اتأخرت عليك في الفيديوهات اليومين اللي فاتوا، بس كده غصب عن الواحد. ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديوهات تانية وننزل مع بعض حاجات حلوة كتير. حبيت النهاردة اشارك معاكم بأول حاجة حلوة كده، رز بلبن النهاردة بطريقة بسيطة وحلوة جدا هتعجبكم. وزي ما احنا شايفين شكل الرز باللبن بتاعنا تحفة جدا جدا. يا رب الوصفه بتاعتنا النهارده يعجبكم. بس لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا القناه لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف وصفتنا والطريقه النهارده هتبقى عامله ازاي. حطي اللايك للفيديو ويلا بينا. اول حاجه هنعملها مع بعض النهارده، معايا طبعا رز مغسول، رز مصري عادي غسلاه كويس جدا. معايا دي كده معلقه كبيره من النشا. طبعا مش هحتاج كتير لان انا هنزل بالرز بتاعي هيبقى فيه طبعا نشا هينزل في اللبن. معايا هنا دوت سر الرز باللبن يبقى معاكي متميز وطعمه حلو جدا. دوت معلقتين من الكريم شانتيه، ومعايا معلقه يعني كيس كده فانيليا. تمام. اول حاجه هنعملها مع بعض، معايا حله وهجيب الرز اللي معايا هنزل بيه كده طبعا غسلينه كويس، وهنزل بيه كده. دي كده كوبايه من الرز على رطلين من اللبن بالشكل ده. تمام. هنزل بقى عليهم كده بميه كده، وهرفعهم على النار لغايه كده ما ياخد معايا ايه يعني تكه بسيطه كده في السوا، وهننزل بيه على اللبن بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اديت الرز بتاعنا غلوه كده على البوتاجاز بس سلقش معايا قوي، شايفين نزل كميه النشا بتاعته اللي موجوده معايا اهو. هبدا ان انا اجيب اللبن بتاعنا وهنزل على الرز بتاعنا باللبن كده. بسم الله. لبن مغلي معايا كامل الدسم. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم بميته كده كله ببعضه اهو، وهبدا ان انا انزل باللبن والرز على بعض كده اهو. وهسيب بقى الرز بتاعي يستوي مع اللبن وينزل النشا اللي موجوده فيه كلها كده اهو بالطريقه دي. لو متابعاني بقى في الفيديو لغايه المرحله دي ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك للفيديو. هتاكلي احلى رز بلبن، طعمه هيبقى حلو جدا وطعمه هيبقى متميز معاكي مع الكريم شانتيه لو حطيتيه معاه. شايفين اهو. هسيبه بقى كده مع بعضه كده يستوي الرز مع اللبن، وهنشوف هنعمل ايه في المرحله التانية. بعد ما اللبن والرز غلوا معايا فتره كويسه تمام، هبدا انزل بكوبايه من السكر. طبعا التحليه دي حسب ما انت تحبي، حسب ما انت التحليه بتاعتك عايزاه. هبدا اقلب كده، السكر هيدوب معايا طبعا في الرز، وبرده هسيبه يدي معايا غلوه كمان. معايا هنا بقى المعلقتين كريم شانتيه، حطيت عليهم معلقتين كده من الميه وقلبتهم كويس جدا. هنزل بيهم على الرز بلبن بتاعنا علشان ما يخرصش معايا لو نزلت بيه بودر كده. تمام اهو. وهقلب، هيديني طعم حلو جدا وطعمه مختلف جدا. معايا كمان كيس الفانيليا هو اللي لسه فاضل معايا، هبدا انزل برضو بيه كده، هيطعم معايا الرز بلبن بتاعي بالشكل ده. وهقلبه برضو تقليبه كده. ريحته بقى تحفه جدا طبعا. وتشوفي بقى السكر بتاعك حسب الرغبه. كده خلاص الرز بتاعنا بقى تمام معايا وسمكه بقى حلو برضو مش وحش يعني اهو، بدأ يتقل معايا. هبدأ دلوقتي ان انا هنزل بقى المعلقه ونص النشا اللي انا عملتها كده اهو. بسم الله. حطيتها كده في معلقتين كده برضو من الميه، وزي ما احنا شايفين كده نزلت بيها اهو. وهقلب كده ايدي فيه تقليب مستمر علشان عايزه النشا بتاعنا يتطبخ مع الرز واللبن، ما يبقالهوش طعم في الاكله دي. تمام اهو.
عايزه طعم النشا يختفي من الرز باللبن، عشان يبقى معايا الطعم الحلو بالفانيليا كده والكريم شانتيه كده، هيديكي طعم جميل جدا. شايفين سمكه بدأ يتقل معايا اهو، ده القوام بتاعه حلو قوي ما شاء الله. هبدا بقى ان انا اجهز البولات بتاعتي. حابه ان انت تحطي بقى فيه مكسرات، زبيب، جوزة هند، الكلام ده كله تمام، بس عشان الاولاد ما بيحبوش الكلام ده عفيه من جوه كده، فهنجرنش مع بعض حاجات حلوه كده وهنشوفها مع بعض. وهنجهز البولات بتاعتنا او الكاسات اللي انت حابه تحطي فيها، وهنحطها مع بعض، هنشوفها مع بعض، هيبقى شكلها جميل جدا. يعني كده زي ما احنا شايفين فيه اهو، شايفين القوام بتاعه بقى جميل جدا، والسكر بتاعه مظبوط. حابه ان انت تزودي سكر زي ما قلت لك زودي. حطي لايك للفيديو بتاعنا، وما تنسيش الفيديو النهارده بتاعنا باللايك. كده تمام خلاص كده اهو. مش عايزاه الرز بتاعنا يتقل عن كده، كده حلو جدا. لسه طبعا هيتحط معانا في التلاجة، والقوام بتاعه كمان هيبقى حلو قوي. هقفل عليه بقى واجهز البولات بتاعتنا ونشوف مع بعض. هنبدأ بقى نحط الرز بتاعنا في البولات بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي كده اهو. بسم الله. اقلب كده في الحلة، وهنزل بقى طبعا حسب الكمية اللي انت حابة برضو تحطيها في البولة بتاعتك. تمام بالشكل ده كده اهو. ممكن بقى تعملي كمية كبيرة كده حلوة وتوزعي على حبايبك بقى وجيرانك وكده، بيبقى طعمه جميل جدا، وبيبقى حاجة كده تفرح، بيبقى لذيذ جدا اهو بالشكل ده. هخلص بقى انا الكميه بتاعتي بالطريقه دي كده. القوام بتاعه حلو جدا وطعمه تحفه، والسكر بتاعه مظبوط قوي. خلص بقى الكميه اللي معايا ونشوف مع بعض. وكده خلاص خلصنا كده، حطينا الرز بلبن في البولات بتاعتنا تمام، وجرنشنا كده الاطباق بتاعتنا. هعمل ايه بقى معايا؟ قرفه. تمام، حاجه كده بسيطه كده من القرفه مع الرز باللبن، بيبقى خلي طعم الرز باللبن خطير. جربيها هتعجبك جدا، وطعمها هيبقى تحفه معاكي. تمام، رشه كده بسيطه كده بتظبط الطعم جدا. تاكلي احلى رز بلبن. هنجرنش الطبق بتاعنا النهارده بحاجه خفيفه كده بقى بسيطه كده، بعين جمل اهو. حاجه بسيطه كده من عين الجمل اهو. طبعا اي مكسرات عندك حابه تستخدميها يعني ممكن تستخدميها. ممكن تستخدمي بتاع لوز، فستق، تستخدمي كمان فول سوداني. تمام، اي حاجه من دي بتبقى طعمها حلو قوي. وبكده نكون خلصنا الاطباق بتاعتنا النهارده. معايا الرز بلبن اهو بالشكل ده، طعمه تحفه جدا. جربيها بنفس الطريقه اللي انا عملتيها بيها واعتمديها، هتعجبك جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه مش تعملوا القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.